رفض أحد اللاعبين ارتداء تلك الجاكيتات أو السترات. هذا اللاعب هو المدافع المغربي نصير مزراوي، ورفض ارتداء السترة مشيرا إلى أنه ذلك يتعارض مع إيمانه الديني كمسلم. مزراوي أخبر زملائه في الفريق أنه غير مستعد لارتداء ذلك الجاكيت أو تلك السترة. بالنسبة لنا BBC تواصلت مع وكيل مزراوي الذي رفض التعليق بما أعربت مجموعة تسمي نفسها رينبو ديفلز، وهي طبعا مجموعة مشجعة داعمة للنادي من المثليين مشجعي مان يونايتد، أعربت عن خيبة أملها بسبب ذلك القرار بعدم ارتداء تلك السترات، وأنه قد تم إبلاغ أعضائها قبيل المباراة بوقت قصير إن السترات لن ترتدى بسبب رفض واحد من أعضاء الفريق القيام بهذا الأمر بناء بسبب معتقداته الشخصية. وللحفاظ على روح الفريق قرر اللاعبون عدم ارتداء تلك السترات. BBC سبورت تواصلت أيضا مع مانشستر يونايتد. الفريق لم يؤكد هوية اللاعب لكنه أصدر بيانا. دعونا نظهر لكم بيان الشياطين الحمر أو مانشستر يونايتد. هذا ما يقوله: مانشستر يونايتد يرحب بالجماهير من جميع الخلفيات بما في ذلك أعضاء مجتمع المثليين، ونحن ملتزمون بشدة بمبادئ التنوع والشمولية. نحن نظهر هذه المبادئ من خلال مجموعة من الأنشطة بما في ذلك دعم نادي مشجعي رينبو ديفلز ومكافحة جميع أشكال التمييز. اللاعبون لهم الحق في إبداء آرائهم الشخصية خاصة فيما يتعلق بإيمانهم، وقد تختلف هذه الآراء في بعض الأحيان عن موقف النادي. بكل هذا باع البايرن الحاج المزراوي بثمن بخس، وهو عند الله غال كما أنت كبير في قلوبنا يا ابن المغرب. نعم، هذا ليس غريبا على الأسرة المغربية ولو في المعتر تحافظ على تقاليدها وعاداتها وأكلها ولباسها، لأن المغرب أمة بتاريخ وهوية. نصير مزراوي لاعب عالمي والكل يحترمه لأنه قليل الكلام ورجل في زمن قل فيه الرجال. تحية خالصة للمغاربة الأسود الرجال في كل بقاع العالم. ونقول للغرب الذي يعاني من أزمة أخلاق وهو يتجه نحو الانهيار، فتحية للاعب المغربي الرجل المسلم الذي لا يتخلى عن مبادئه. موقف مشرف بانتظار أن تحيا هذه الأمة الميتة. نعم، هذا الجيل من اللاعبين المغاربة الملتزمين بقيم دينهم ووطنهم والذين نشأوا في أوروبا يجب أن يقدرهم الشعب المغربي ويشهرهم عوض تشهير التافهين الذين يعيشون بيننا. نذكر أن مزراوي هذه الأيام هو من أرجع الروح إلى اليونايتد بعدما كان الفريق ذاهبا إلى الهاوية، لذلك فضلوا عدم التشويش على الفريق بارتداء هذه السترات، خصوصا وأن الفريق بدأ يعود للطريق الصحيح، وهذا بفضل نصير مزراوية